السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتسألني ان بعد ما باجي من الاجازة بلاقي الصورة بهتانة جدا، فالمشكلة دي بتقابل ناس كتير. موضوع البهتان في الصورة بعد الاجازة على طول، انك تاخد اجازة مثلا من شغلك وبعد ما تبقى راجع لسه من الاجازة، اخر حاجة كنت مصورها على المكنة كانت الصورة كويسة جدا، لكن بعد ما جيت من الاجازة بتكتشف ان الصورة بهتانة جدا. فلو ده فعلا اللي حاصل معاك او بيحصل معاك، فالفيديو ده فعلا لازم تكمله معايا. بس قبل ما نكمل الفيديو عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه ولك للفيديو. وتعالى بقى افرجك اعرفك ازاي تحل المشكله دي بنفسك من غير ما تحتاج ان انت تبعت تجيب فني صيانه او مهندس او ايا كان حد يجي يصلح المكنه وكده. هخليك تعمل كل حاجه بنفسك. بعد ما بتيجي من الاجازه الفكره في ايه؟ انا هعرفك دلوقتي بالظبط الفكره معاك بتبقى في ايه. الفكره ان الحبر عندك بيرطب، لان انت مثلا بتبقى في مكان الرطوبه فيه عاليه، ممكن تبقى في دور عالي او مثلا في الارضي او حاطط المكنه قريب من شباك، فالرطوبه بتبقى عاليه جدا فبتخلي يحصل رطوبه في المكنه وفي الحبر، فالحبر بيرطب. تيجي تصور بعديها او تيجي تطبع اي حاجه تبص تلاقي الصوره بهتانه. طب الصوره بتظبط معايا امتى هندسه؟ بعد ما تشتغل شويه على المكنه، يعني مثلا تحاول تطلع الورق مثلا 30 40 صوره من المكنه، تبدا بقى الصوره ترجع تظبط معاك. طب انا دلوقتي مش عايز اطلع 30 40 صوره وعايز احل المشكله ديت عن طريق البرامج، فتمام. فانا عايزك تخش معايا على السيستم سيتنج هنا اهوت، وهتنزل تحت هتخش على الاعدادات، علامة المفكنة اهيت، علشان في ناس سما ايه ما بتاخدش بالها من الاسماء وكده وتبقى الانجليزي عندها ضعيف. هتلاقي حاجة عندك اسمها ريفريش دروم. ريفريش دروم دي انا هخليها دلوقتي، بس هنزل ادوس سهم تحت هلاقي حاجة اسمها ديفولبر ريفريش. ديفولبر ريفريش ده وظيفته ان هو هيقلب الديفولبر وهيقلب الحبر بحيث ان الرطوبة مثلا تقل شوية. تمام. طب احنا دلوقتي خلصنا الريفرش. معلش انا فتحت البوابه الجانبيه عشان بس الغي الموضوع ده. تمام. بعد ما اخلص الريفرش ديفولبر بتاعي اخليه يعمل مره، برجع بقى فوق واخش على الديفولبر ريفرش، الدروم ريفرش اسف. تخش على الدروم ريفرش، مثلا الدروم ريفرش بتعمله بتاع حوالي 3 4 مرات، لانك كل ما بتعمل دروم ريفرش معنى كده ان انت بتخلي الدروم لو مرطب يسخن، يبقى في حركة في الدروم كتير، حركة في الدروم بحيث ان هو يطلع الصورة تاني كويسة لان هو مرطب. فانا هي دي الخطوات اللي انت بتعملها علشان تظبط معاك. طب انت عملت كل الكلام ده وما ظبطش معاك، بس هو هيظبط ان شاء الله، لان هو ده الحل يعني المثالي اللي هينجزك طبعا وهيخليك تطلع الصورة اللي انت عايزها. بس طبعا احنا بنفترضه افتراض ان هو ما ظبطش معاك. طب ايه الحل؟ هتجيب ورقة وتخلي ربع الورقة بس هنا كده، الربع بتاع الورقة هنا وبقية الورقة كلها بره، وتسيب الفيدر مفتوح زي ما هو كده، وتبدأ ان انت تصور 10 ورقات. هتخش على الكوبي عادي وتخلي درجة الغمقان ل3 وهتصور 10 ورقات، وتبدأ ان انت تخلي المكنة تطلع 10 ورقات دشت او درافت، يعني ورق ملوش لازمة، بحيث ان انت تسخن المكنه، بحيث ان انت تخليها تسحب الحبر اللي هو موجود دلوقتي في التانك ده مرطب، وتبدا بقى ان هي تاخد حبر اقوى واحسن وكده. فبس هي دي حل المشكله وان شاء الله تظبط معاك. وقبل ما نقفل الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو عشان ده مجهود احنا بنقوم بيه عشان نساعدك. احنا مش بنستفاد اي حاجه غير ان احنا نساعدك علشان ما تحتاجش الفني صيانه او تحتاج مهندس او تدفع زيارات. والسلام عليكم ورحمه الله.